بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله أنا هعمل الكنافة في قوالب التونة. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. عايزة نص كيلو من الكنافة قطعته صغير بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا كوباية من السمنة بالمج بتاع الشاي، سمنة بلدي، ومعلقتين من جوز الهند، معلقتين فول سوداني، ومعلقتين من السكر. دي للحشوة بتاعت الكنافة. وهنا للشربات كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين ونص من المية، وعصير ليمونة متوسطة، وظرف من الفانيليا. اول حاجة هعمل الشربات علشان عقبال ما اعمل الكنافة يكون الشربات استوى وبرد. يلا بينا. لعمل الشربات زي ما قلت لكم كوبايتين من السكر بالمج بتاع الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف عليهم كوبايتين ونص من المية. المقدار ده من السكر جه مظبوط قوي لنص كيلو كنافة. يعني لو هتعملي نص كيلو كنافة كوبايتين من السكر ومعاهم كوبايتين ونص من المية وعصير ليمونة متوسطة. هرفعه على النار لمدة 15 دقيقة لحد ما يستوي، وبعد ما يستوي ان شاء الله هضيف له الفانيليا. بس كده. ودي الكنافة اهي بعد ما حطيتها في الصينية زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اضيف عليها السمنة. طبعا زي ما انتوا عارفين السمنة البلدي في الحلويات بتخلي طعمها حلو قوي. المقدار ده من السمنة لنص كيلو كنافة مظبوط. انا بس هضيف معلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الزيت، بيخلي الكنافة في حتة تانية، بيخلوها تاخد لون ذهبي حلو كده. ادي معلقة وادي التانية. بس كده. هقلبها بقى تقليبة حلوة كده علشان تتغلف كلها بالسمنة والزيت، وبعد ما اخلصها ان شاء الله هتشوفوها معايا. جهزت قوالب التونة اللي انا هسوي فيها الكنافة زي ما انتوا شايفين. غلفتها بورق الكب كيك بالشكل ده كده. انا طبعا غلفتهم كلهم، وهبدأ بقى اقلب الحشوة على بعضها، الفول السوداني وجوز الهند والسكر. هقلبهم سوا مع بعض كده تقليبة حلوة. وطبعا انت تحطي الحشوة اللي انت عايزاها. بعد ما قلبتهم بقى بالشكل ده كده هبدأ ارص الكنافة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا اقول لكم عن اصل الاكلة. الكنافة من اشهر الحلويات الشرقية، واصلها عربي. ظهرت في مصر وبلاد الشام من مئات السنين في العصر الاموي والعباسي، واتعملت مخصوص علشان تتقدم للخلفاء الراشدين في شهر رمضان عشان تساعدهم على تحمل الصيام. فكانت بتتعمل بالعسل أو بالقطر وبتدي طاقة عالية. القطر اللي هو الشربات اللي احنا بنعمله للكنافة. اشتهرت الكنافة في مصر وبلاد الشام، فلسطين وسوريا ولبنان. الكنافة مش مجرد حلوى مرتبطة بشهر رمضان، بتتعمل في الأفراح والمناسبات، ورمز للبهجة والكرم في البيوت العربية. وطبعا أول حاجة بتبقى موجودة على السفرة في الحلويات هي الكنافة في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هرصهم بقى كلهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بحط طبقة وادوس عليها كويس قوي، وبعدين احط الحشوة وادوس عليها واكمل بقى العلبة. لازم العلبة تتملي للاخر. وطبعا الدوسة ديت هي مهمة جدا، لان هي دي اللي بتخليها تمسك في بعضيها وتبقى قطعة واحدة. هكملهم بقى كلهم بالشكل ده كده، وبعد ما اخلصهم ان شاء الله هتشوفوهم معايا. طريقة سهلة وبسيطة. بعد ما خلصتهم كلهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، بتملي العلبة للآخر. ومسكتهم بقى مسحتهم كده من بره بمنديل المطبخ
علشان لو في حاجة طالعة لبره كده ولا حاجة ما تتحرقش. هدخلهم على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة، وبعد ما تستوي ان شاء الله واطلعها هتشوفوها معايا. ودي الكنافة اهي بعد ما استوت وطلعتها من الفرن زي ما انتوا شايفين، اخدت 25 دقيقة بالظبط في الفرن. هسقيها بالشربات. كل واحدة من دول، كل قطعة من دول خدت 3 معالق كبار من الشربات. بعد ما هسقيها بالشربات بالشكل ده كده كلهم، هغطيها واسيبها تبرد حوالي ربع ساعة كده، وبعد ما تبرد ان شاء الله هنشوفها سوا مع بعض. ودي الكنافة اهي بعد ما سبتها لما بردت زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها احلى. يلا بينا نشوف واحدة كده سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعتها من العلبة زي ما انتوا شايفين اهي، الورق بتاع الكب كيك في قلب العلبة اهو. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله درجة التسوية بتاعتها ممتازة، حاجة كده فاخر من الآخر. يلا نشوفها كده سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي الكنافة بالطريقة دي هتعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.